عندها يومين حطت فيديو على القانون الجديد تاع بريطانيا للتقليل وحتى يوقفوا هذه الهجرة الغير شرعية اللي من فرنسا لبريطانيا عن طريق البواخرات الصغيرة واللي هي الفلوكات والبوطي واللي دركا من نهار 16 سبتمبر هذا خلاص بدا القانون، ومن يومين كانت أول طيارة رجعوا فيها شوية ناس. دركا لي شدوه ما بقاش هذاك يدوه يداويه يقرا عنده حق العمل حق اللجوء. حق اللجوء توقف بهذه الطريقه ابدي، يعني قال لك ما عندوش حق اي واحد يدخل بهذه الطريقه يطلب اللجوء ولو قضيته يعني شرعيه والبلاد اللي جاي منها فيها حرب ولا حاجه، حتى التقليل من هذا الظاهره. وبصح هذا يكون سمع في الراديو باللي البارح فاتوا أكثر من 1000 واحد، يعني الدولة استقبلت في نص البحر أكثر من 1000 واحد. يعني الدولة دير قانون والناس ما زالت متمسكة في حلمها ومتمسكة في قرارها أنه تجي البلاد هذه. والله الموفق كل واحد إن شاء الله نتمنى له النجاح. شنو الواقع لازم نقولوه أنه كاينة أزمة كبيرة تاع اللي ما عندوش أوراق ما يخدمش، صعيبه بزاف. كانوا يخدموا هادو ديليفرو بالفيلو يعني بالدراجات الكهربائيه ولا حاجه، كانوا يخدموا. دركا ولات مراقبه عليهم تاني بزاف. وزيد تاني اللي كري لك اكونت ولاو يدفع الضريبه الطاكس، تسمى يا اما يكريه لك غالي بلاف ولا يقول لك انت اللي تخلص لا طاكس يعني. وكانت مراقبه كان بزاف راهم يشدوهم. دركا هذه كانت تسهل على هادو الحراقه. زيارة والله الموفق. البلاد هذه ما هي ملك حتى واحد، والأرض هذه كامل ملك الله يرثها لعباده الصالحين إن شاء الله. وعلى ربي التوكل. لكن شوف دائما ننصحكم في الصنعة. صنعة. عندها يومين واحد الأخ عنده 7 سنين ولا 8 سنين ما عندوش صنعة، حتى اللغة ما تعلمهاش، كان يخدم في هذه تاع الدليفرو. الله راهو في أزمة، راهو الله الموفق يعني باش تشوفوا باللي واحد 7 سنين 8 سنين وما هوش لاقي روحه. الله الموفق ان شاء الله. فاصل ونعود. استخير الله. تعلم صنعة. انت اللي راك تشوف تضيع في وقتك، تعلم صنعة. دركا تعلم صنعة. ضيع 6 شهور من عمرك 4 شهور باطل، روح مد روحك باطل. قول ما نتعلم ما تخلصنيش. شوفك شي واحد بيتزا اي حاجه خفاف اي حاجه. الله موفق. تعلم الصنعه وتعلم اللغه.